والله يا جماعة أنا كنت بطلت أتكلم في الكورة، والقناة دي لها يمكن سنة ما نزلتش عليها فيديوهات. بس أنا حاسس إن أنا لو ما اتكلمتش دلوقتي ممكن الواحد يحصل له حاجة يعني. فخلونا أفضفض معاكم شويتين كده واستحملوني. طبعا أي حد بيتفرج على كورة ومتابع الأهلي لينا أكتر من سنة ونص هيفهم إن اللي حصل النهاردة ده مش وليد الصدفة يعني. احنا بسم الله ما شاء الله عمالين نعمل كوارث، كوارث إدارية وكوارث فنية وكل حاجة. ابتديها انا من وجهة نظري من ساعة ما مشينا الراجل المحترم اللي اسمه سيد عبد الحفيظ ده لحد دلوقتي. نفسي افهم كان ايه دماغ الإدارة وهي بتفكر انها تمشي السيد عبد الحفيظ. حتى قبل كده قلت يمكن هم عايزين يعملوا كوادر جديدة يعني، فجابوا واحد في سنه يمكن اكبر، كابتن خالد بيبو. وبعدين مشي خالد بيبو، بعد كده جه واحد اكبر، كابتن محمد رمضان. ومش فاهم فين الكوادر في القصه يعني. واحنا كلنا عارفين والاداره قبلنا ان مفيش حد بيعمل كنترول على اللعيبه دي اكتر من كابتن سلعب حفيظ، ورغم كده مشي. تعال بقى للباشا الكبير. انا معايا مدرب حرفيا من ساعه مباراه الريال في كاس العالم اللي قبل اللي فات وهو مش شايف قدامه. فرقه بتلاعب اكبر نادي في العالم ومغلوبه 2-1 لحد الدقيقه 84، ومدرب مصمم انه يعك في التشكيل وفي التغييرات وغيره وغيره وغيره. وكنا نقدر نرجع في المباراه دي، في الاخر اتغلبنا 4-1. بعدها فرقه الماتش بتاع الفريق البرازيلي، شويه لعيبه من من امريكا الجنوبيه تقريبا كلهم معديين ال 35 سنه، وعالم تكسبهم لو جبت شويه شباب من بتوع الدورات الرمضانيه. وبرضه مدرب جبان ينتهي بنا الحال ان احنا نتغلب في مباراه ما نتغلبش فيها بكل المقاييس. مرورا بقى بماتش الترجي السنه اللي فاتت. انتوا عارفين يا جماعه ان ماتش الترجي السنه اللي فاتت اللي احنا خدنا فيه البطوله ده شبه بالظبط نفس المباراه اللي احنا خسرناها دلوقتي قدام صن داونز، نفس العك ونفس الجبن ونفس الطريقه بالظبط. الفرق بس ان احنا كنا بنلعب 4-4-2 عاديه يعني، مش 3-5-2 زي ما عمل كده الباشا النهارده. لكن لو الترجي كان عنده شويه جرأه كان كسبنا برضه على ارضنا عادي جدا. مدرب ليه سنه ونص بندفع له بالدولار وهو حرفيا ما بيعملش حاجه، هو ما بيعملش اي حاجه في الكوره، بالعكس هو بيعمل الأسوأ. يعني انا نفسي اسال سؤال وحد يجاوبني عليه. الاهلي باللعيبه دي، حد فيكم شاف جمله تحس ان الناس دي متمرنين عليها؟ في جمله كده معروفه، هنباصي باصتين ونروح للطرف، هنعمل على الجنب، هناخد وندي وانتوا هات نفوت نلعب. في حاجه شفتها في الملعب تحسسك ان الراجل ده بيدرب اللعيبه؟ انا مره كنت بهزر مع حد من الشباب بقول لهم انا دلوقتي المفروض في لعيب عنده مشكله، يعني انا مش عاجبني طريق، يعني زي مثلا اديكم مثال باحمد عبد القادر. انا مقتنع ان احمد عبد القادر ده لعيب جامد جدا. مشكله احمد عبد القادر ايه؟ انه اناني سنه، بيزودها حبتين. طيب انا لما اقول انا كجمهور يا راجل احمد عبد القادر ده مش كويس او بيعمل حاجه غلط، يعني ده جمهور، انا مش هقعد مع احمد عبد القادر واكلمه. مين اللي شايف احمد عبد القادر؟ المدرب. طيب انت شغلتك كمدرب ايه؟ انا عندي لعيب لو ما عندوش مشكله فنيه هيبقى سهل اصلاحه اهو، يعني واحد ما بيعرفش يلعب مش هخليه بيعرف يلعب يعني، مع ان ممكن تقدر تعمل حاجات شبه كده، بس انا اتكلم على المشكله اللي ليها علاقه بالقرار. الطبيعي المدرب ده يقعد مع اللاعب ويقول له انا مش عايز منك غير واحد اتنين، واحد اتنين واحد اتنين تلاته. الطبيعي ان انت بتقعد تقول له انت عندك عيوب في الحته دي، انا عايز منك كذا. عمرك شفت لعيب في الاهلي اتطور مع الراجل ده؟ استحاله. اختياراته للعيبه اللي بيعتمد عليهم، يعني انا النهارده قسما بالله مع احترامي الشديد للعش واحمد رضا، لا العش ولا احمد رضا يلعبوا في الفرق اللي في اخر الجدول، مش في الاهلي ومش في نهائي ده نصف نهائي دوري ابطال. لعيبه مرعوشه وما عندهاش شخصيه بربع جنيه،
والفالنة تقيلة عليها. تعالى بقى للتقيلة شوية، يعني إمام عاشور لاعب رائع فظيع، اقسم بالله اناني وفردي بطريقه مستفزه. والنهارده لو بصيت كل الكور اللي بتتقطع من امام بتؤدي الى كارثه علينا وربنا بيستر. فردي اكتر من احمد عبد القادر بمراحل، اللي كان اللي بيعيبوا عليه ده طول الوقت باصص للعبه هو بس. ورغم كده عمري ما شفته بيقعد شويه دكه. ده مره لما طلع دكه الدنيا اتقلبت. طب يا عم انت بتعمل ايه في الملعب؟ بتعمل ايه مع اللعيبه؟ بتغير ايه؟ بتظبط ايه؟ ايه اللي بيحصل جوه النادي؟ نرجع للاداره. انا كابتن محمود الخطيب ده عشق السنين، وراجل من وانا صغير اتربيت على مهاراته، هو اللي حببني في الكوره. لكن في حاجات انا بشوفك فيها، يعني انت المفروض ان انت نجم النجوم واكتر واحد فاهم كوره. ازاي تصبر على الراجل ده انت ومجلس ادارتك طول الوقت ده؟ ازاي تمشي حمدي فتحي؟ ازاي تمشي منعم؟ ازاي تسيبه يمشي ديانج وعبد القادر؟ انت عندك خط دفاع. على فكره يا جماعه، تختلفوا وتتفقوا معايا، احنا لازم ندي رامي ربيعه حقه. رامي ربيعه الوحيد اللي موجود في الفرقه دلوقتي بالنسبه لي هو افضل مدافع. اشرف داري على عيني وعلى راسي، لكن قارنه بمنعم هتحس بسنين ضوئيه. مش ده المدافع اللي انا عايزه. انا عايز مدافع يقدر يخرج بالكوره. عبد المنعم كان بيوفر عليك متاهات حقيقي، كان بيفرق في رتم الفرقه. زي ما انا بالظبط محتاج لعيب نص ملعب بكواليتي مختلف. وقلت قبل كده مليون مره، وجود بن رمضان ده ما بقاش رفاهيه، ده لازم يكون في لعيب عنده. انت اتفرج عليك النهارده انت وصن داونز وشوف الفرق. اقسم بالله في لعيبه في الاهلي ما عندهاش اساسيات الكوره. لعيبه اول ما بتضغط عليها بتحس انها قلبت تلامذه في ابتدائي. لا عارف يعمل ترن، ولا عارف يباصي صح، ولا عارف يبص بعينه عشان يفتح ويشوف هو بيباصي فين، ولا عارف يعمل كنترول على الكوره. عندنا لعيبه حاله صعبه. انا بقعد اتفرج الفرقه كلها هات من تحت. مدرب مصمم انه يدي الفرصه للشناوي، مع اني عندي لاعب حارس اسمه مصطفى شوبير مفيش حد في مصر يقعده، ومصمم انه يدي للشناوي، واداره خايفه تقعد الشناوي. مش هنضحك على بعض يعني. ايه الفكره في اني افضل مدي لده وانا شايف ولد ما ينفعش يقعد اكتر من كده، ومباريات كتير خسرتها بسبب الشناوي. تعالى لرامي ربيعه ياسر ابراهيم شكرا. السوليه عندنا في نص الملعب شكرا. احمد رضا ده شكرا. العش ده رجعه مكانه. يحيى عطية الله رجعه مكانه. يا جماعه احنا محتاجين لعيبه كواليتي مختلف. انت محتاج، بص قيسها كده عشان اجيب لك من الاخر يعني. قيس كده ان انت تجيب الكواليتي اللي اسمه لاعب عنده شخصيه. شفت معلول؟ قيس بقى على معلول. شفت عبد المنعم؟ قيس على عبد المنعم. شفت بن شرقي لما بينزل ويقلب لك الماتش؟ قيس على بن شرقي. تريزيجيه اللي انت جبته. غير كده ما تجيبش نوعيه غير دول. لو ما قدرتش تلاقي اجانب، يا تجيب محليين عندهم نفس الشخصيه، يا ما تجيبش. لكن اللعيبه اللي انت مشيتها، انا لحد دلوقتي بعاني من رحيل عبد المنعم. بعاني مش عشان حته مدافع كويس ولا وحش، الراجل بيغير سيستم اللعب. يعني انا النهارده وانا بتفرج على الاهلي قصاد صن داونز، طب انا ما عنديش مشكله ان انا دافع يا سيدي براحتك، لكن ابوس دماغك انت بتعمل ايه لما بتاخد الكوره؟ هدافع اهو. طب انا مش محضر المباراه، عارف ان الفريق بيعمل استحواذ بالطريقه الفظيعه دي. طب حضرت المباراه ايه؟ قلت للاعيبه لما استلم الكوره اعمل هجمه مرتده ازاي؟ احنا كنا بنلوش الكوره ترجع نجي شيطينها لهم تاني. اتفضلوا هاجموا علينا، اتفضلوا هاجموا عليه. يا عم انا قلت يا ريت يا رب يلعب في القاهره 3-5-2، بس كنت متخيل انها 3-5-2 بتاعت جوزيه.
3-5-2 اجيب علي معلول واطيره وهاني يتطير من الناحيه الثانيه والعب جراديشار جنب وسام وكروسات وعرضيات لكن 3-5-2 ايه دي اللي اتحولت ل 5-4-1 وراصص اتوبيس، ويا ريتني لما بستلم الكره بعمل هجمه مرتده. ده طبيعي كان هيجي فيها جول. انا عندي بلاوي بتحصل في الاهلي، المدرب ده ما ينفعش يقعد دقيقه واحده تاني، ما ينفعش، خلاص خلصت القصه. الاسوأ بقى ان انا اديت فرص لمنافسين. يعني النهارده بيراميدز بيصعد نهائي افريقيا وانت بتطلع، وبيراميدز لو كسب البطوله دي صدقني الخريطه بتاعت مصر كلها وافريقيا هتتغير. الفرقه دي اللي اتعملت مخصوص عشان تكايد وترازي فيك لا اكثر ولا اقل، علتها وكبرتها واديتها فرصه انها تاخد الدوري والكاس وبطوله افريقيا الثلاثيه على حسابك وبسببك مش بسبب حد تاني. وبطوله افريقيا لو خدوها هتلاقي كيرف النادي ده بيعلى عليك 500 ضعف، واستثمارات تزيد ولاعيبه اقوى تزيد ويبدا يديك كتف في كل حاجه وانت السبب. لازم نتعلم يا جماعه، لازم نغير المدرب ده واللاعيبه الكسر اللي عندي دي حالا. لازم نجيب مدرب عنده طموح، عنده يرجع شخصيه الاهلي. انا عمري في حياتي ما شفت فريق يجي يلعب عليا في القاهره بالمنظر ده، ولا لاعيبه فاقده الهويه بالشكل ده، ولا ده اسلوب لعب ولا دي طريقه. وتيجي تتكلم تشوف المنظر العام حاجه في منتهى الاحباط. ولو ما ظبطتش القرارات بتاعتي في اسرع وقت، كل دقيقه بيقعدها كولر والجهاز اللي معاه، وسامي قمصان ده ما يقعدش عشان تبقوا عارفين. سامي قمصان ده بالنسبه لي سبب الكوارث، لان هو قاعد وشايف البلاوي دي وما حتى ما حطش بصمه ولا فاهم الراجل ولا غير فوق. طب المدرب نايم، غير انت من اللعيبه واتكلم معاهم ومرنهم وحاول تغير فكرهم. لا، الجهاز ده كله لازم يمشي. وكابتن الخطيب لازم يفهم ان اللي حصل في السنه دي ده مستحيل يتكرر تاني. انا فضفضت بس عشان اخرج بس ايه الشحنه من جوايا، يعني ان شاء الله هرجع هبطل كلام في الكوره تاني.